ابو حسام انت مجبر على السفر مع واحد من اثنين، يا بخيل يا عصبي، وانت تختار. اكيد العصبي. ليش؟ لان البخيل ما اطيقه داخل الديره، مو عاد باخذه معي وبسافر به هناك. يعني انا اتحمل العصبي مقابل اني افتك من البخيل. لا والله بختار البخيل وبصرف عليه وباخذه معي وبتخلي رياله مخباته، لا صار بخيل المال. اما اذا انه بخيل غير المال، لا والله باخذ العصبي وراعي شعوره وراعي نفسيته وبرتب اموره. العصبي. ليش؟ يا شيخ اقضب خط مع ابو حسام ولا اقضب خط مع 1000 بخيل يضحك. رسالة كل منتقدين. ونعم والله. الله عليك. العصبي. ليش؟ تقابص انا وياه ونرجع، ولا صالي البخيل هناك. خله تستقد ونرجع. ولا تروح مع البخيل؟ ولا اروح مع البخيل. أنا أتوقع البخيل لأني أدفع عنه، بس أهم شيء أنه يفكني من عصبيتي، العصبية بتخرب السفرة كاملة. لا والله خاوي عصبي. ليش؟ البخيل تلقاه بخيل خلق، بخيل مال، بخيل بكل شيء بصفاته. العصبي تلقاه طيب، البخيل حتى هله ما يبون. لا والله أصبر على العصبي ولا أصبر على البخيل. اختار العصبي. قل لي ليش؟ ليش؟ لأن العصبي تقدر تمشي أمورك، تقدر، لكن البخيل والله ما أنا بالنسبة لي والله ما أقدر، والله لو أروح أنا وياه لها الباب ما أقدر. عصبي. ليش؟ أرحم لي من البخيل 1000 مرة. بس يبي ينفس عليك في سفرتك، بيحوسك. أزين من اللي بيبخل علي حتى بشربة ماء. اختار العصبي. ليش؟ أريحه، اللي يبيه أسوي له. طيب عصبي هو. عصبي، اللي يبيه أنا أسوي له، أنا معه، ولا أخذ بخيل يا رجل. عصبي. ليش؟ مع البخيل يدبل سبتك. العصبي تقدر تحمله وتقدر أنت. شلون تحمله عصبي؟ خلي بعطيك معلومة، العصبي أنت تشوف عصبيته وتقدر تتفاداه. وش اللي يخليه يعصب؟ أنت تقدر تدرس حالته وبالأخير بيطلع معك زي العسل، لكن البخيل ما معه سفر.